فل وياسمين على الناس كل عسلامتكم الناس كل شحويلكم ان شاء الله تبدأوا في خير ونعمة يا ربي. انا لاباس الحمد لله. نسأل على حالكم وحويلكم. كما تراو ما شاء الله عاجي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم الدار فاوحة ما شاء الله بريحة تونس، ريحة البخور ما شاء الله، وريحة القضية اللي قضيتها من عند السيت لو مارشي تونيزيان اللي في فرنسا في باريس. حسيلو كما تراو ما شاء الله، من المسفوف للبسكويت لعسيت زقوقو، البسكويت بانواعه، من الماجور حسيلو، من الكروستينا، من السابليتو. نعرفش جماعة تونس ان شاء الله باكو تضحكوش علينا، بالحق راهي الريحة هذه نتوحشوها وراهي عندها قيمتها، حتى كان تراوهم انتم حاجات بسيطة، اما عنا نحن راهو خاصة البنتو حسينو واني نسجل ديجا كملته وانا من الاول توا عاد طريقتي سهلت عليه. كما قلت لكم راهي الريحة هذه نعرفوا قيمتها برشا، معناتها راهي عزيزة علينا، الله غالب مش منا معناتها سورتو المتغربين الكل. وشاهدت المرة هذه تحت على الدروع والبسيسة، هذاك علاش أنا كلمت السيت هذا اللي في فرنسا يعمل ليفريزون، راه في فرنسا الكل غراتوي نورمالمون، ويعمل للأوروب زادة. كما قلت لكم اشتهيت حاسيلو الدروع واشتهيت البسيسة يا أخي، ما قصروش وجابوهولي وقتها في فرنسا في باريس الباب الدار. يعطيهم الصحة ويرحم والديهم، ما خلوليش شهوة في قلبي. وكما قلت لكم مرة الحمد لله، يا حسرة كي كانت غربة. هي الحقيقة راهي الغربة غربة ما تبدلش، أما شنو خفت، حبيت نقول ما عادش كيما قبل صعيبة، معناتها خفت شوية بارابور قبل. بسم الله. هذاك علاش قررت اليوم باش نعمل سبحية تونسية وجو تونسي، وبديت توكلت على ربي بخبزة الدروع اللي شهيتها كما قلت لكم مشتكام. العاقبة لكم ان شاء الله، وبقدرة ربي ما يخلي لكمش شهوة في قلوبكم، كونتاكتيوهم بالحق ويوصلكم كل شيء لباب الدار بقدرة ربي اكيد. بعد ما حديت خبزة الدراع في الفور التيب، مشيت نعمل كعبات ملاوي. عندي شوية سميد هكا رطيل، سميد أرتب، كنت باش نعمل حق غرايف يا أخي ما لقيتش سميد متوسط، وليت دورتها ملاوي 4 كعبات جاو بالضبط، ما فهم حتى شيء، ساهلين مهلين. تنخليكم لي ريسيت متاع الملاوي متاع خبزة الدراع تحت البردان فوق، اللي فين فما كالفلاش صغرون على يديكم اليمين تحت الفيديو تتلقاو لي ريسيت الكل. برشا ديما يسألوني وقتاش تقوم، وقتاش تحضر، وقتاش تمكيش، وقتاش تبدل حوايجك، وقتاش تعمل هذا الكل، وقتاش تحط طاولة، وقتاش تطيب. راهو استيناس، معناتها واحد كي يستانس جمعة كاملة يقوم 6 متاع الصباح، الوغ في الويكاند ما نفوتش 7، يعني من 7 ل10 مع التصوير، مع حتى منا سورتو كي يبدا فما تصوير يعني وفيديو كل شيء، تشد اكثر يد. سينو ساعة من زمان راهو كل شيء يحضر. أول ما نقوم هاكا نبدل حوايجي، نغسل وجهي، نمكي شوية، يعني نبدأ بروحي قبل
باش من بعد ما نبخلش، خاطر واحد كي تعرفوا يدخل الكوجينة صايي اون فوا دخل ما عادش يلقى وقت الروح. الوغ هاكا نبجر روحي قبل كل شيء. حبيت نفيدكم بالمعلومة هذه، خاطر ديما تسألوني ديما ديما ديما. هاكا كيما قلت لكم ابداو برواحكم ومن بعد ادخلوا الكوجينة. وبما اني شاهية البسيسة كما شتيت خبزة الذراع، ما نجمتش ما نعمل شوية بسيسة في طاولة تونسية. نحط فيها هيك شوية جرجلين، جويد الجرجلين هذيا، وتنجموا تحطوا فيها زادة شوية فاكهة مهروشة. اني ساعدكم خاطر هذه ما فيها حتى شيء، بسيسة قمح. ونخلطها حتى تتلم بشوية زيت زيتونة وشوية عسل. وانتم بالطبيعة بالطريقة اللي تحبوا تعملوها، تنجموا تعملوها حتى كعابر، تجي مزيانة معناتها للصغار، كلها منفعة. و تحبوها جارية ولا عاقدة زادة كيف كيف، كل واحد والقوم تاعو اللي يساعدكم. انا عملتها عاقدة شوية كما تراو، نحبها هكاك تتاكل بالمغرفة، ونعاود كل واحد ياكل كما يساعده والقو اللي يحبه. بالنسبة للتمر ما عنديش تمر تونسي، ما عندي تمر سعودي. للبنات اللي يعيشوا في الخليج باي اكزومبل يفركسوا على التمر التونسي، راهو هذا اسمه حسيو تقاوه مكتوب هكا رطب، معناتها راهو ارطب وبنين على الاخر كيما متاع تونس، قريب له القو برشا 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 معسلك. حسيو ما نعرفش كيفاش نوصفه، المهم انا حسيته اقرب تمر يعني خليجي لتمر تونس. للي يحبوا معناتها شاهين ولا تمر تونس وما لقاوهوش ولا حاجه، هذاك شنو حبيت نود البنات اللي يعيشوا في الخليج سورتو في السعوديه، راهو هذا من جده جاني. ولا تاخذوه هكا مكتوب عليه رطب، تلقاوه اقرب حاجه تمر تونس.
ان شاء الله عجبكم الفيديو، ان شاء الله عجبكم المنيو التونسي، وان شاء الله عجبكم الجو التونسي ما شاء الله. ونقول لكم كان على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد بقدرة ربي. اما ما تنساوش باش تخليوا لي لايكاتكم وكومنتارياتكم ورايكم، خاطر بالحق رايكم يهمني على الاخر. وما تنساوش زاده باش تبارتاجيو لو ماكس، ونعرفوا بحاجتنا التونسيه والطابع متاعنا التونسي وماكلتنا التونسيه، خاطر ماكلتنا بالحق بنينا على الاخر وفخارنا زاد التونسي. ونقول لكم فوالا كان حبيتوا زاده مرحبا بكم على الانستغرام تاعي، تنخلي لكم اللين. وبالنسبه للغوسات كما قلت لكم تلقاهم تحت البردة فوق وين فما كل فلاش صغرونه تحت الفيديو، جست تقرصوا عليها هكا تنزلوا عليها تلقاو لي غوسات الكل. يلا على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد قدرة ربي. اما نستنى تشجيعاتكم عاد باش نرجع لكم ديما بجديد ان شاء الله.